بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. هنطبخ النهارده الكرشه اللي هي الحاجات التخينه اللي في الكرشه. انا نقعاها في دقيق، ليمون، خل، ملح، بصل، ثوم، طماطم مضروبه. يعني انا ضربت حبايه من الطماطم مع بصل مع ثوم في الكبه وحطيتهم عليها مع الدقيق والخل والليمون والملح. كل ده نقعاه من بالليل علشان اي ريحه فيها، طبعا وغسلها كويس جدا جدا بالميه كم مره قبل كده، هي جايه متنضفه. فهشوف بعد كده هنشطفها من ده ونحطه في مصفى ونسيبها تصفى ونشوف هنعمل ايه سوا. هي الكرشه اهيت مصفياه في مصفى، ونسيت اقول لكم ان انا حاطه كمان في محلول النقع كمون. حرفيا لو شمتوها معايا ما شاء الله مش شامه غير ريحه التوم والكمون، ولا فيها اي ريحه من ريحه الكرشه. جربوا الطريقه دي وقولوا لي ايه رايك. معايا هنا ميه فيها كمون برضو، ورق لورا وحبهان زي ما احنا شايفين. لما الميه دي تغلي هاخدها غلوتين 3 وهكب الميه تاني واصفيها في المصفى وارجع بقى نطبخها سوا. بس اما الميه تغلي هحط، او حتى مش لو مش هتغلي اهي، لا هسيبها تغلي غلوتين في الميه خلاص، لان الميه قربت تسخن، واقوم مصفياها وبعد كده هنطبخها بالطريقه اللي هنشوفها مع بعض سوا. بس لازم تغلي كام غلوه علشان لو اي، شوفوا ده يعني لو شمناها دلوقتي ما شاء الله ما فيش اي ريحه وحشه، ريحه توم وكمون. الوقت بقى برضو للتاكيد اي ميكروب اي جرثومه اي حاجه ناخدها غلوتين في الكمون والحبان وورق اللورا ونكبها ونشوف هنعمل ايه مع بعض. ما شاء الله شايفين مفيش ريم ولا اي حاجه، دليل على انها مغسوله كويس جدا. كده بقى انا همسك ده اصفيها في مصفى واسيبها تصفى ونشوف لان الكرشه من الحاجات اللي بتاخد وقت شويه. انا هطبخها في حله الضغط، هنشوف هنطبخها ازاي مع بعض. بصله كبيره، فصوص توم، كام فص توم، حبايتين من الطماطم او ال3 متقشرين علشان انا هضربهم في الكبه. هفرم الحاجات دي كلها في الكبه ونشوف هنعمل مع بعض ايه بقى في الكرشه. معايا حله ضغط طحيه حطيت فيها الكرشه والقراوله وحبهان والثوم والبصل والطماطم اللي انا فرمتهم. انا ما بحطش دهون خالص لان هي فيها نسبه دهون. هسيبهم يتشوحوا كويس. هحط فلفل اسود، فلفل، وهحط كمون وهحط كزبره، مش هحط ملح دلوقتي. معايا الكمون اهو، معايا الكزبره، هزود حبهان ولورا كمان، وهسيبها مع نفسها تتشوح شويه لحد ما تتشوح. ههد عليها النار اشوف هنعمل ايه مع بعض. الكرشه اتشوحت، هحط لها ميه، سواء ميه سخنه بقى في الكاتل او ميه عاديه من الحنفيه، كده كده تكفي كده. بس هغطيها، انا اللي معايا دي حله ضغط، هغطيها ولما حد ما تطلع البخار هدي عليها وندي لها مثلا ساعه ونص، لان هي من الحاجات اللي بتغيب، او ساعتين. فهشوف يعني لسه مش عارفه هي هتاخد كام ساعه، هنشوف مع بعض. ما شاء الله معايا الكرشه استوت وبقت جميله جدا. ومعايا بقى هنا ايه، معلقه عسل صغيره، ملح وفلفل ومعلقه صلصه. انا هقلب دول على بعض وهدهن الكرشه من الناحيتين وهحطها تتحمر ونشوفها مع بعض. زدت عليها الصلصه اللي عليها عسل وفلفل وملح. انا حطاها في الاير فراير، هديها بقى خفيفه خالص من الزيت وهقفل عليها ده 5 دقايق وهحمرها ونشوف مع بعض. شايفين قد ايه شكلها جميل، احمرت اهيت وبألف هنا وشفا. جربوا الطريقه. طبعا انا لو ما عنديش اير فراير بحمرها عادي في الفرن، ما عنديش فرن بحمرها في الطاسه على البوتاجاز، زي ما انتوا عايزين كل واحد. انا بس بحاول اتجنب شويه الزيوت، فكل واحد بيعمل بالطريقه اللي هو حاببها. وبألف هنا وشفا.